السلام عليكم، ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم على خير وبخير. اليوم الجمعه صبات شتي والله يجعلها على قد النفع والله يجعلها نعمه دايما ان شاء الله باذن الله. اليوم غنقدم لكم الكتف ديال الغنميط طيب ومحمر في الفران بطريقه بسيطه وتتبيله رائعه للضياف لحبابك لوليداتك وراجلك بوحدك في الدار. المهم خفيفه ظريفه، جربوها ما غتندموش. نخليكم مع الوصفه. عندي هنا كتف ديال الغنمي منظف مزيان مغسول ومنظف حتى من ديك الشحمه الزايده، لان احنا ما كنبغيوش الشحمه فيه بزاف. المهم كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو، انا كنحيد منه بزاف ديال الشحمه كنقيه مزيان. بالنسبه للتوابل عندي معلقه ديال الملح، نص ديال البزار، نص ديال الخرقوم او كركمه، نص ديال السكينجبير، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال قامه اللحم، قاقله وشويه ديال الزعفران شارب. بالنسبه للكمون تقدروا تستبدلوه بالقزبر. عندي هنا 2 معالق كبار ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. عندي معلقه صغيره ديال السمن على حساب السمن، واش حيل واش مجهد واش خفيف. خلطوا الزبده والسمن مع التوابل مزيان حتى ينسجموا. غنجيبو واحد القطيب اولا سكين ونثقبوا به هكا الكتف ديالنا بحال هكا. ملي كنديروا لا ماريناد ديالنا كتدخل في اللحم داخل كيتشربها مزيان. من بعد ما تبلت الكتف ديالي غنجيب السلوفان ونغطيه ونخليه يطلق فيه هذيك الإقامة من ساعة ساعتين 3 سوايع، ومن الأحسن لبات ليلة كاملة. من بعد ما خليت الكتف واحد الفترة حتى شرب الإقامة، غادي نضيف واحد 3 ديال البصلات صغار، ونضيف ضريسات ديال الثومة هكا ما مبقينش. الكتف ديالي دابا جاهز. غنجي نغلفو من ورق الفرن وغادي نغلفو مزيان، سدو الجنيبات مزيان وغلفوه مزيان باش هكا كاع الصهد ياخد كاع الصهد ديال الفران. من بعد عاد غلفوه بورق الالومنيوم، ما ديروش ورق الالومنيوم مباشره على الاكل لان كما كنعرفوا كلنا راه مضر بزاف، فغنزيدو نغلفو ببابي الومنيوم. هاد الوقت هذا انا غادير الفرن كيسخن على اعلى درجه فيه، خصو يسخن مزيان. وغندير الكتف ديالي يطيب على 180 درجه. 180 درجه غنديرو في النص، ما نديروش الفوق وما نديروش لتحت، يطيب على خاطرو. بالنسبه للخضار اللي غنصح بهم الكتف ديالي، فانا غندير البطاطا الصغيره وخيزو اللي كنقطعو بهذا الشكل، الجزر والكوسه او القرعه الخضراء اللي تاهي كنقطعها بهذا الشكل. ممكن تختاروا اي نوع من الخضار. غندير الجزر والبطاطا في ماء مغلي وضيف فيه شويه الملح حتى يقربوا يتسلقوا، عاد نضيف عليهم القرعه. من بعد ما داز الساعه غنحل الفران على الكتف ديالي ونزيد عليه واحد نص كاس ديال الماء ما كانش، غادي نكبو من الجنب هكا. من بعد ما تسلقات الخضره غناخد مقله وندير فيها شويه ديال زيت العود، شويه ديال الثومه محكوكه، معلقه ديال معدنوس، قبصه البزار، رشه الكمون ورشه ديال الشونيه. الا بغيتو عاد تاخد شويه ديال اللون الاحمر محمر زيدوا شويه ديال الفلفله حمراء او بابريكا. وبنفس الطريقه غنشحر حتى الجزر ديالي.
بالنسبه للقرعه غنشحرها حتى هي بنفس الطريقه، ندير شويه ديال زيت العود وشويه ديال الثومه، غير في عوض المعلوس غندير الزعتر. قطعت مطيشه والخيار وزدت عليهم شويه ديال زيت العود، واحد قبيصه الملح، قبيصه البزار وشويه ديال الحامض. اللحيمه ديالنا خدات ليا بالضبط ساعتين ونص باش طابت على درجه حراره 180. النتيجه كيف ما كتشوفوا، اللحيمه بالكتف جات فتيه، هنا راه تحركت كان داكشي باقي سخون، جات طيبه زبده وفتيه وواحد المريقه خارجه منها معسله. يعني اش نقول لكم، مذاق والله العظيم الا رائع رائع. دابا غادي نزول هذيك البصله وديك المريقه وغادي نرد الكتف ديالنا باش يتحمر في الفران. وهذه النتيجه ديال الكتف من بعد ما تحمر لمده 15 دقيقه ربع ساعه في الفران. هذه هي المريقه اللي زولت من الكتف قبل ما يتحمر. نتمنى الوصفه ديالي تكون عجباتكم، ونتمنى الفيديو ديالي ما يكونش ثقيل على قلوبكم. وإلا عجباتكم الوصفه ما تنسوش تجربوها وما تردوش انكم تجربوها، راه فريمون هاد اللحيمه راه كتجي غزاله. الا عجبكم الفيديو وعجباتكم الوصفه، لايك وبارطاج وخليتكم على خير.